هتعمل ايه لو جالك ديسك او هرنييتد ديسك او اصابه القرص المنفصل؟ International Sport Sciences Association اللي احنا نعرفها باي اس اس اي recommends mild herniated disc may need strengthening of core and back muscles. يعني ايه الكلام ده يا ابو حميد؟ طب يعني ايه بقى الكلام ده؟ ببساطه لو حضرتك اتشخصت بحاله قرص منفتق او هرنييتد ديسك والحاله كانت متوسطه، فغالبا الدكتور هيقول لك روح قوي عضلات ظهرك وجذعك يا حماده. طب تعمل ايه بقى يا حماده؟ ركز معايا. 4 تمارين فقط. اول 3 تمارين بيطلق عليهم ماجل بيك 3، والتمرين الاول معانا هو الكيرل اب. الكيرل اب ببساطه شديده ان حضرتك بتنام على الارض وبتتني رجل وبتفرد الرجل الثانيه وتحط ايدك ورا اسفل الظهر في منطقه اللمبر سباين عشان تحافظ على السباينال نورمال الاينمنت او الانحناء الطبيعي للعمود الفقري. بتحاول ترفع راسك حاجه بسيطه جدا. في الوضع ده هتلاحظ ان انت حصل لك زي كور بريسنج او زي بطنك اتنفخت شويه، بقت جامده كده ماسكه نفسها. هتثبت 10 ثواني في الوضع ده وتحاول تتنفس بعمق وانزل تاني. اعمل 3 مجموعات بعداد متناقصه، مثلا المجموعه الاولى 6 عدات، المجموعه الثانيه 4 عدات، المجموعه الثالثه عدتين، وبراحه 30 ثانيه بين المجموعات. التمرين الثاني معانا هو السايد بلانك، وهنا بننشط عضلات الكوادراتس لامبور مع الجنب اللي احنا شغالين عليه وعضلات الاوبليكس او لاترال ماسلز، وكمان بنحفز عضله الجلوتيوس ميديوس اللي بتنقبض انقباض ثابت عشان تحافظ على وضع الحوض في مكانه. هنا ممكن نبدا بوضع الموديفايد سايد بلانك، ان احنا نبدا على ركبتنا ونحاول نرتكز على كوعنا بحيث يكون عمودي تحت الكتف مباشره، وفي نفس الوقت بنحاول نعمل ثاني للركبه بيبقى ركبتين فوق بعض، وبننزل على الارض وبنحاول نطلع ونثبت في الوضع ده على كل جنب من 30 ل 60 ثانيه، وبنكرر التمرين ده 3 مرات على كل جنب. التمرين الثالث هو البير دوج، وعلى الرغم الناس كتير عارفه تمرين البير دوج بس في خطا بنعمله وهي حركه السباين. اثناء وضع الثبات لازم تحافظ على ثبات العمود الفقري، والحركه بتيجي فقط من مفصلي الكتف والفخذ مع الحفاظ على الارش الطبيعي في الظهر او الانحناء الطبيعي في الظهر. بننزل في وضع الكوادرابيد، بننزل على ايدينا وعلى ركبتنا وبنحاول نعمل ابدومينال دروينج ان، يعني بنحاول نسحب بطننا كانك بتشفط بطنك عليك وتطلع بالايد والرجل العكسيه مع بعض، ونثبت 10 ثواني ونغير. وبرضه بنعمل التمرين ده بنفس الطريقه، ان احنا مثلا ممكن نعمل اول مجموعه 6 عدات، ثاني مجموعه 4 عدات، اخر مجموعه عدتين. اخر تمرين عندنا هو واحد من اهم التمارين واللي انا بستخدمها شخصيا باستمرار، وهو تمرين الجلوت بريدج هولد عشان ننشط عضله الجلوتيوس ماكسيمس اللي ليها دور كبير جدا في سلامه العمود الفقري. ببساطه شديده بننام على ظهرنا وبنعمل ثاني للركبه وبتحاول تلزق جسمك في الارض كانك بتزق الارض، وبتثبت بايدك في الارض وبتحاول تطلع لفوق بجسمنا، وبنحافظ على ستريت لاين او خط مستقيم لجسمك، ونحاول نسحب بطننا لفوق، برضه نعمل ابدومينال دروينج ان، ونحاول نعمل سكويز للجلوتس تحس ان الجلوتس متفعله. انا كده خلصت. لو انت عايز بروجرام كامل للتعامل مع حالات الديسك سيب كومنت بكلمه ديسك وهبعته لك.